بداية سمو الأمير نهنئك على التعاقدات الجديدة، نهنئكم على الموسم الجديد. يبدأ تدشين تقوم بعمل مختلف عن الموسم الماضي على مستوى أصعدة كثيرة في نادي النصر هذا الموسم. أنت كيف تقرأ التفاؤل بالنسبة لك أنت كمجلس إدارة وبالنسبة للأسماء التي أنت انتدبتها الجديدة؟ احنا صراحة عملنا كل اللي نقدر عليه صراحة، من ناحية فنية أو من ناحية استثمارية أو من كل هذه النواحي، لكن إن شاء الله العمل يترجم إن شاء الله في الأيام القادمة، وإن شاء الله مع بداية الدوري إن شاء الله يكون الفريق يعني مستواه يتصاعد إن شاء الله بإذن الله من مباراة لمباراة. سمو الأمير، بدأت التحديات بدري حتى على مستوى التعاقدات، على مستوى تسديد أو تسجيل اللاعبين، وأنت صرحت حتى عبر تويتر بأنه الحمد لله سأسجل اللاعبين. التحديات تبدأ مبكرا. الموسم الماضي كانت النهاية جيدة قياسا بنادي النصر الوصول للمباراة النهائية. الآن تعد الجمهور بشيء بتركيا أو أنه ترى الأمور للملعب؟ لا الأمور للملعب، يعني ما نقدر نعد أحد بأي شيء يعني صراحة، لكن نعدهم إن شاء الله نقدم كل ما لدينا لننافس هذا الموسم بإذن الله. الأسماء لا زالت تدور حول النصر على أسماء تعاقدات أخرى من ضمنها أحمد الفريدي لاعب الهلال. أنت بتركي كيف ترى الموضوع؟ في مفاوضات بالنصر أو أنها لا زالت مجرد إشاعة؟ لا كل هذه إشاعات صراحة، ما في أي شيء. الانتدابات الجديدة أيضا عبد عطيف، عبد ربه، كل هالاسماء تراها داعمه للنصر افضل من يعني لا زال الحديث على المقارنه بين الاسماء الماضيه والاسماء الان اللي حلت. انا كما ذكرت على الورق الفريق جيد جدا، لكن ان شاء الله يترجم هذا الشيء في الملعب باذن الله.